الفرق بين الرنساج والصبغة. الرنساج ديمومتها قصيرة، يعني المدة اللون بعد الرنساج على الشعر قصيرة، يعني كم حمام واختفى اللون، اتبخر اللون، بيعطيني لون اورانج مو حلو مزعج. طبعا ايش اللي بيعطيني؟ في عوامل كثير بيعمل ليطلع الشعر لون اورانج. طيب، بينما الصبغة ديمومة اللون على الشعر طويلة. ليش احنا حطينا البيجمنت اللوني بقلب الشعرة بالمدة الزمنية اللي هي 20-25 دقيقة. طيب، بينما الرنساج المدة الزمنية قديش؟ 6 دقائق 7 دقائق ماكسيموم 10 دقائق. طيب، ما اعطانا المدة الكافية لادخال البيجمنت اللوني بقلب الشعرة. اللون وين وقف؟ اللون وقف على مستوى سطح الشعرة الخارجية، حمام 2 3 4 طار اللون، طلع لنا اللون الاورنج المزعج اللي احنا ما بنحبه. لهيك دائما انا بنصحكم انه تعملوا صبغة بمدة 20-25 دقيقة وتستغنوا عن الرنساج. طيب، الفرق هون اختيارنا بين الصبغة والرنساج، رح نختار الرقم الصح. يعني أنا مو معقول أجي أعمل الرنساج بمدة قليلة زمنية قليلة برقم 9/1 أو 10/1 أو 8/1، ما رح يلقط اللون. لهيك أنا مضطرة أخذ لون قليل، يعني ممكن أنا أخذ الرقم 6، ممكن أخذ الرقم 5، وأحيانا ممكن أعمل رنساج بالرقم 4. أحيانا ها صبايا ما تغامروا، إذا مانك محترفة لا تغامري بالأرقام كثير غامقة، خلوكن على مستوى 6 و5 هيك شيء. طيب، ممكن 7 إذا أنت كثير، إذا مانك سريعة كثير. بالنسبة للصبغات علوا، يعني خلوكم في الصبغة ممكن 8 ممكن 9 ممكن 10، انتوا هيك بتصبغوا انتوا مرتاحين في المدة. فهون الفرق بين الرنساج والصبغة فرق كتير كبير بالمدة الزمنية وبديمومة اللون على الشعر. طبعا إذا ما استوعبتوا هالمعلومات اللي أنا قلت لكم عليه، رجعوا اكتبوا لي وراح أرجع أشرح لكم إياه، لأنه هالمعلومة كتير مهمة، خاصة لتحصلوا على لون ديمومته طويلة، ما تكون قصيرة الديمومة.